بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الكسكسي بطريقه سهله قوي، وهوريكم ازاي طرق الاكل بتاعته. اول حاجه انا بجيب كوبايه ميه وبحط عليها معلقه ملح، والملح ده مهم جدا. لان اي حاجه فيها عجين او دقيق لازم بتحط لها ملح وسكر. فهنا احنا هنحط ملح بس. وباجي بقى افضي الدقيق بتاعي. انتوا بقى زي على حسب ما انتوا عايزين كيلو، عايزين اتنين. انا بصراحة هو بيبقى يوم زروطة كده والدنيا بتبقى بتتبهدل شوية من عمايله، فبعمله بقى مرة واحدة واحطه في اكياس واحطه في الفريزر. وقت ما بحب اطلع منه بيبقى سهل قوي ان انا اطلعه واعمله. ببتدي بقى احط المية بتاعتي اللي فيها الملح، بس بحط شوية بشوية، محطهاش كلها. اوعي تحطيها كلها، لانك لو حطيتيها كلها هتبقى عبارة عن عجينة، مش هتعرفي تتصرفي. فاحنا زي ما نكون بنبسها كده حبة بحبة، ونفضل نحط المية بتاعتنا لغاية ما نشوف الدقيق هيوصل لحد فين. هوريكم امتى تحتاجوا تزودوا مية وامتى يبقى كده كفاية. خلاص، نفضل بقى نحط ونقلب كده ونبسه. بصوا طريقة البس دي زي ما بنعمل الكحك بالظبط. احنا بنبس الكحك بالطريقة دي. بس طبعا في الكحك بقى بدل ما بنحط المية بنحط السمنة. فهنا هنبس الدقيق مع المية لغاية ما يبقى عندي، يعني هنشوف بقى، هوريكم دلوقتي هنحتاج امتى وامتى هنقول كده كفاية. طيب الدقيق بالشكل ده كده. هاخد شوية في ايدي. لا هو كده محتاج، لان بصوا في دقيق في ايدي لسه اهو. يعني في دقيق بيطلع في ايدي، يبقى كده هو لسه محتاج ميه. فهزود له شويه ميه كمان، وابتدي برضو ان انا افركه. زمان كان الموضوع متعب جدا، وكانوا يقعدوا بقى يعملوا كميات كبيره لانه بصراحه كان بيتعمل في المناسبات بس يعني. بس هنفضل بقى نقلب فيه كده لغايه ما بصوا بقى الدقيق اختفى. ولما امسك شويه في ايدي مفيش بقى دقيق خلاص، هي عبارة عن عجين بس. لكن مفيش دقيق ظاهر في ايدي خالص زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كده مش هنحط له مية تاني. طيب الكسكسي ده في ناس بتحبه ناعم قوي، وفي ناس بتحبه محبب. انا بحبه خشن، يعني بحبه محبب زي ما انتوا شايفين كده. بحس بصراحة الناعم ده عامل زي الرملة كده، لو جه عليه شوربة او لبن بحس ان هو بيعجن كده وطعمه ما اعرفش، ده ذوقي طبعا. طبعا الاكل ده اذواق. فلو انتوا بتحبوه ناعم قللوا المية شوية. لو بتحبوه زي كده يبقى مقدار المية زي ما وريتكم كده. بنحطه بقى في الكبة ونفضل نضرب فيه لغاية ما الكتل العجين دي تفك من بعضها. وده طبعا اسهل طريقة. زمان يا عيني كانوا يقعدوا بقى يعملوه في الغربال وينزلوه منها، وكانت بصراحة عملية مرهقة قوي. انما دلوقتي الحاجات دي كلها سهلت علينا الدنيا. ممكن تستعملي اي كبة، مش لازم زي دي. يعني لو عندك كبة اللي هي بتاعة البصل والطماطم دي عادي تعملي فيها. حتى لو ما عندكيش ممكن في مطحنة الخلاط. هي صحيح هتطول معاكي شوية او هتاخد وقت، بس برضه هتديكي نفس النتيجة. مطحنة الخلاط طبعا لو بتعملي شوية صغيرين، يعني كيلو ولا حاجة. كده خلاص احنا بقى فكينا العجين من بعضه بالشكل ده كده. وهنجمع بقى كل الكمية كلها على بعضها، واوريكم بقى نعمل ايه. ما تقلقوش من اي تكتلات، كل ده هيفك في الاخر وهنشوف مع بعض دلوقتي. الكسكسي ده من الحاجات اللي هي بتحتاج يتعمل معاها أكلة أو حاجة دسمة. يعني بط أو لحمة دسمة أو فراخ بلدي. لأن هو بيحتاج شوربة تكون دسمة شوية. طبعا ده عجين، والعجين بيحتاج يبقى فيه نسبة دهون إلى حد ما عليه يعني. بس فهنخلص بقى كده الكسكسي بتاعنا ونفركه تاني بالشكل ده، ونبدأ بقى عملية التسوية. طيب عملية التسوية دي كده الكمية بتاعتي، ده كده حوالي 2 كيلو. الكمية دي كده حوالي 2 كيلو. بصوا هو انا زي ما وريتكم، انا بحبه حبيبات خشنة كده بالشكل ده. هاجي بقى بالنسبة لعملية التسوية. لو انت عندك الحلة اللي هي زي دي، بتحطي في المصفى بتاعتها حاجة نظيفة، بتخليها طبعا مخصوصة للكسكسي بس. بتحطيه فيها بتحطيها على النار. لو ما عندكوش، شوفي اي مصفى بتركب على حلة عندك، يعني شوفي المصفى اللي عندك بتركب على اي حلة، وحطيها على الحلة بس بحيث ان هم يبقوا قد بعض بالظبط، ويبقى غطا الحلة هو اللي هتغطي بيه المصفى. ده كده زمان ما كانش في حلة الكسكسي كانوا بيعملوا كده. فبنغطيها بقى بعد ما حطيناها في المصفى، بنغطيها بالشال الابيض ده. وبعد كده بقى هنسويها. هنحط في الحلة، مش هنحط فيها مية كتير، نخلي بالنا، لان لو حطينا فيها كمية مية كتيرة ممكن تعجن.
فاحنا بنحط حوالي اقل من نصها كده بشوية، ونحطها بقى على نار عالية ونسيبها لغاية ما تستوي. طيب انا بعرف سواها بالخبرة كده، لكن اللي ما عندوش خبرة في الموضوع انتوا بتسيبوها ساعة الا ربع، يعني بتحطوها على نار عالية وبتسيبوها ساعة الا ربع. بس اهم حاجة تتأكدوا ان الحلة فيها مية، ان المية ما نشفتش، تبقوا تبصوا عليها كل شوية. هو طبعا بيطلع معانا في الاول كتل كده. هنرجع بعد كده نفكه تاني في الكبة. يعني عملية الكبة دي بنعملها على مرتين، مرة في الأول خالص ومرة بعد التسوية الأولانية. وهو سخن طبعا بيبقى أفضل، بيفك أسرع وبيبقى أسهل معايا. هنفكه بقى في الكبة وبعد كده هوريكم المرحلة اللي بعد كده هتبقى ايه. كان يعني كل ده بيتعمل بالغربال بجد. كان الناس زمان يعني، بس والله كان الناس عندها ما شاء الله صحة وكانوا بيقدروا يعملوا يعني. فده كده شكله بعد ما خلصناه. باجي بقى احط عليه، هسويه تاني. فطبعا عشان اسويه تاني بحط عليه شوية مية. لو انتوا ضامنين ان انتوا هتاكلوه حادق، مش حدش هيحط عليه سكر ولا لبن، خلاص ممكن نحط بدل المية شوربة. لو عندك شوربة وحطيتي نديتيه كده بالشوربة هيبقى طعمه حلو قوي. لو حد عندك عايز ياكله بسكر او ياكله حلو يعني، خلاص يبقى خلينا في المية بس. بنحط بقى عليه المية وبنرجعه تاني في المصفى، نغطيه بالشاشة ونرجعه نسويه تاني. التسوية التانية بتبقى نص ساعة، الأولانية ساعة الا ربع والتانية نص ساعة. طيب أنا هنا بقى بعد ما نزل بحط له بقى الزبدة. لو عندك سمنة بلدي تمام، ما عندكيش لا سوري، لو عندك زبدة تمام، ما عندكيش حطي سمنة بلدي شوية زيت. الزيت بيخليه مفرفر كده وحلو. بس بصراحة الزبدة بيبقى طعمها أحلى، يعني لو عندك زبدة لا حطي زبدة أحسن. وبفضل بقى اقلب واحط له شويه شوربه واقلبه لغايه ما يبقى يستوي بقى خالص كده. ممكن بقى ناكله باللحمه زي كده او بالطيور، ممكن نحط عليه خضار ولحمه زي المغاربه كده ما بياكلوه. ده كده الحادق. طيب لو عايزين ناكله حلو، بنجيب الكسكسي بنحط عليه سكر بودره زي ما بيتاكل كده بره، وبعد كده بنحط عليه شوية من جوز الهند. ولو عندك مكسرات حطي مكسرات بتبقى حلوة، ما عندكيش خلاص حطي شوية زبيب وخلاص. ده كده اللي هو الحلو. طبعا بيتقدم جنبه لبن، في ناس بتاكله كده، بس انا بحب احط جنبه لبن كده، بتاخد معلقة من اللبن عليه. بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى سهل كده في البلع وطعمه جميل. ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة. لو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.